أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ومعنا هنا الكابتن تيسير العبادي كابتن فريق التيتانيوم والمدير الفني للفريق في هذا اللقاء الصحفي في إطار استعدادات فريق التيتانيوم لمباراته مع جقل يوم الخميس في إطار تصفيات بطولة الوحدات. كابتن تيسير العبادي، كيف حالك؟ الله يسلمك ويقويك يا رب. بدنا تعطينا بس كم جواب على أسئلتنا. استعداداتكم لمباراتكم مع جقل يوم الخميس لتصفيات بطولة الوحدات. الحمد لله فريق بحالة جيدة ومخلول الإصابات الحمد لله بعد استشارة طبيب الفريق، واستعدينا كويس للمباريات وجرينا بعض المباريات الودية مع فريق الاتحاد من الزهور والحمد لله كسبنا 4-0. والمباراة الثانية كانت تجريبية مع جقل 2، فريق جقل 2 يمثل مرج الحمام. جقل 2 ركزنا على جقل 2 والله بقيادة اللي هو قيادة عمار كاوش، كابتن عمار كاوش، وهو الفريق الثاني لفريق جقل. الحمد لله تغلبنا عليه فارق 10 أهداف، وكانت مباراة سهلة جدا جدا جدا. تمام. هلا بالنسبة في تصريح طالع فيه كابتن معاذ كعوش اللي هو انه راح يسجل فيكم هدف في مباراتكم يوم الخميس، شو ردك على هذا التصريح استاذ كابتن تيسير؟ الحمد لله احنا بنملك احلى او احسن المدافعين الاثنين في عمان ومرج الحمام، الكل بيشهد لهم، بعرفهم نضال المفلح ونديم وبساعده طبعا من احسن صفات الدفاع واتوقع زي كابتن معاذ مع الجسم الرائق والجسم الرائع جدا ما اتوقع، والزعماء مرج الحمام ما جابوا جول فيه، اكيد معاذ ما راح يقدر يجيب فيه، ان شاء الله الفايز الله يوفقه في البطوله ان شاء الله. بالتوفيق للفريقين. التشكيله المتوقعه كابتن تيسير بالنسبه لفريقكم، وما هي طريقه اللعب؟ هل راح تكون دفاعيه ام تعتمد على الهجمات المرتده؟ طبعا التشكيله راح نكشفها يوم المباراه، ما راح نكشف شيء هسه. تشكيله المباراه لعبنا كالمعتاد دفاع وهجوم، اكيد احنا ما بهمنا مين فريق بالنا، لعبنا هو لانه كل الشباب ما شاء الله عليهم، وان شاء الله خير ان شاء الله. بالتوفيق كابتن تيسير العبادي لكم ولجميع الافرقه ان شاء الله المشاركه.